السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بيكم في فيديو جديد. شايفين ما شاء الله الطبق الجميل ده، اللهم بارك. ده من كوباية دقيق عملت طبق القطايف ده. طريقة سهلة جميلة هتعجبكم إن شاء الله. احنا عارفين رمضان لسه له كام يوم كده ان شاء الله على الابواب. كل سنة وانتم طيبين، يتعدى عليكم بالخير والصحة وراحة البال يا رب ان شاء الله. طبعا لما نعمل الحاجة في البيت وبنجهزها بتبقى راحة لينا. في وقت الصيام بنبقى مجهدين وتعبانين، والحاجات اللي بتبقى متاعنا دي بتبقى بتنجز معانا. قطايف جميلة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طالعة بصراحة تحفة، هتعجبكم ان شاء الله. عملتها بطريقة سهلة، ودلوقتي هنقول على المقادير وطريقة التحضير، ومعاكم مجد عبد الرازق ويلا نبدأ. عندي كوباية دقيق، وعندي كوباية مية دافية، وعندي معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. والحشو بقى زي ما تحبوا، مكسرات، كاستر، جبنة، اي حشو تحبوا تعملوه اعملوه. هنا بحط رشة الملح على الدقيق ونقلب مع بعض. طبعا هعمل العجينة هحشيها وهحفظها في الفريزر، وقت ما نعوزها نبقى نعملها ان شاء الله. هحط بقية المقادير على على الدقيق، اللي هي الخميرة والسكر والبيكنج باودر، ونقلب كله مع بعضه. عندي مع كوباية مية دافية، نفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق اعاير بيها المية. اوكي، احط المية حبة حبة كده لغاية لما كل الدقيق يدوب معايا، مبقاش عندي تكتلات ولا اي حاجة خالص. بقى عندي ربع كوباية مية، ولقيت العجينة لسه عايزة مية، فحطيت كوباية المية، ربع كوباية المية، وندوب او نقلب كويس. ممكن نضربها في الخلاط، ممكن نضربها في الخلاط او بايدينا زي ما احنا حابين. شايفين العجينة قوامها تحفة، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجة. وعايزين نختبر العجينة، شوف عشان تختبروا العجينة هقلب المعلقة وهعمل خط كده. لو العجينة ضمت على بعضها يبقى العجينة سايلة، لكن لو هنا كل اتجاه لوحده بعيد عن بعض يبقى كده عندي العجينة مظبوطة مية مية. هسيبها ترتاح شوية حوالي 10 دقايق، اغطيها. بعد كده هحط طاسة على النار او صينية، وعندي هنا فوطة عشان لما اطلعها احطها على الفوطة واغطيها عشان تفضل عندي طرية. وبدهن الصينية خفيف بالزيت، واسيبها ما تسخن، وانزل بقى بالعجينة تبع المقاس اللي انا عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، تبع ما تحبي تعمليها. واحط بقى اصبها كده في الطاسة في الصينية. انا عملت في الصينية عشان ننجز يعني. بصراحة العجينة طلعت ما شاء الله تحفة، وكانت مظبوطة. شايفين ما شاء الله. اول ما تعمل عندي مسام كده العجينة نعرف ان العجينة مظبوطة مية مية. شايفين، انا بوريكم برضو بقولكم شايفين المسامات. ولما تستوى ما يبقاش فيه عجين خالص على الوش من فوق، نعرف ان هي استوت. شايفين اهو الشكل ده، انا بوريكم المراحل بتاعة السوا عشان اللي بيعملها اول مرة يعرف شكلها وهي مستوية. شايفين عاملة ازاي؟ تحفة. بس اهم حاجة ما نطلعها نغطيها عشان تفضل طرية. يلا يا لوزة حط اللايك، لو كنت وصلت لغاية هنا حط اللايك. اوكي،
شايفاك يا لما حطيتيش اللايك، حط اللايك. ما شاء الله، شايفين الكمية دي كلها من كوباية الدقيق، طلع طرية وتحفة. شايفين عاملة ازاي وما خدتش وقت. طبعا بسيبها اما تبرد خالص، بعد كده ابقى احشيها. كده سبتها اما بردت، هبدأ احشيها بقى. انا عندي مكسرات هنا المتوفرة عندي، فهحشيها بالمكسرات. بس لما تيجي تعملوا مكسرات تفرموها بقى. انا بصراحة قعدت قطعتها كده بس طلعت كبيرة عن القطايف، فما تتفرم احسن عشان ما تقطعش العجينة. شايفين ما شاء الله العجينة طالعة تحفة عاملة ازاي، ولا اتقطعت ولا اي حاجة خالص. طبعا مش هقليها، انا هحفظها في الفريزر، وقت ما احتاجها ابقى اطلعها واقليها، تتقلي وهي متلجة كده. شايفين ما شاء الله، عسل، قطايف عسل. شايفين شكلها عامل ازاي، هشة وطرية وتحفة كده بقى. عشان احفظها انا جبت طبق الفايبر ده، وفردت كيس تلاجة فيه، وارص القطايف هتبقى بعيدة عن بعض، عشان لما اجي اطلعها تبقى سهلة عليا وانا بقليها، متبقاش ملزقة في بعضها. برضو هفصل بينهم بأكياس التلاجة دي، وهحط الطبقة التانية. ولما اخلص بقى هلفها بستريتش عفوا هلفها بستريتش. وبكده وصفة النهاردة خلصت. شايفين الصغيرة دي، دول كانوا آخر حبة عجينة. وصفة سهلة، جربوها تعجبكم إن شاء الله. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماج وجوجو. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة.